خليهم يهضروا هما هكا، ساكنتهم لا جالوزي نورمال، حنايا نفرحوا هما غير بكا. السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم لهذا الفيديو. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو غادي يكون على اللاعب المغربي رومان سايس. على حسابه انستغرام حط رومان سايس منشور كيقول فيه بانه ما باغيش اللي تدخلوا في حياته الشخصيه وينشر عليه اخبار كاذبه او فيديوهات كاذبه، خصوصا بعد ما تداولت الصوره ديالو مع الفنانه سلمى رشيد والابن ديالها، وكانوا كيقولوا بانه هذه هي الزوجه ديال رومان سايس. الشيء اللي جعلو يخرج على الحساب ديالو انستغرام ويقول يعني بانه ماشي الزوجه ديالو وما باغيش لي تدخلوا في الحياه ديالو الشخصيه، وقال بانه غادي يلتجئ يعني للمساطر القانونيه الى استمروا يعني بنشر الشائعات او اي شيء تخص حياته الشخصيه. ايضا على حسابه النيت في ستوريات انستغرام وجه اللاعب رومان سايس الشكر للجمهور المغربي اللي ساندهم في مونديال قطر، وقال بانه لولا الجمهور، بفضل الجمهور وايضا بفضل الدول اللي كاملين اللي ساندوهم والجماهير اللي كتبغي المنتخب ديالنا، بالفضل ديالهم يعني وفضل الله عز وجل اولا باش حققوا هذا الانجاز واستطاعوا يعني يحصلوا على المرتبة الرابعة عالميا والأول على صعيد إفريقيا والعرب. وماشي فقط اللاعب رومان سايس هو اللي كيتعرض لهذا الامر، فسبق ايضا لزكريا بوخلال ان كتب عليه موقع مغربي الكتروني، كتب عليه اشياء يعني اللي جعلت الجامعه الملكيه لكره القدم تدخل وتقول بانها راه غادي تقاضي صاحب المقال وايضا صاحب الموقع على هذا الامور اللي نشروا على اللاعب ابو خلال، وايضا اي شيء كيتعرض له المنتخب الوطني كامل، بان الجامعه غادي تصدى ليه بالمساطير القانونيه. من بعد صاحب الموقع اعتذر لزكريا ابو خلال والجامعه وايضا للمنتخب الوطني على هذا الشيء اللي تقال في الموقع، لكن مازال ما عرفناش يعني الامور اللي غادي توصل. وكنتمناو اللاعبين ديالنا التوفيق في المسار ديالهم الكروي في الانديه ديالهم ان شاء الله وفي الاستحقاقات الجايين. كنتمنى دائما لهم الفوز ويفرحوا الشعب المغربي وايضا كل المحبين للفريق الوطني ولكل ما حققوه من إنجازات سواء على صعيد الكرة أو الأخلاق العالية اللي تحلوا بها خلال المونديال، اللي جعلت الكل يتحدث على اسم المغرب ويكون المغرب في محرك البحث، البلد اللي كانوا الناس كيبحثوا كيشوفوا شنو هو المغرب، كيفاش هاد كاين حتى اللي ما عارفين جا المغرب بفضل اللعابه. المهم بزاف ديال الاشياء اللي تحققت كنشكروهم وكنتمناو لهم التوفيق، وكنتمناو ايضا يوقفوا عليهم هاد الشائعات وما يتدخلوش في حياتهم الشخصيه كما قال اللاعب سايس. وبالنسبة للاعب بوفال فحتى هو تعرض للإشاعة من جهة الأم ديالو اللي كتبوا عليها بعض الصفحات أن الوالدة ديال بوفال توفيت، وهذا خبر غير صحيح. نفاه أخ بوفال على حسابه انستغرام وقال بأن الأم ديالهم بخير وبصحة جيدة وتتمثل للشفاء، فندعو لها بالشفاء العاجل وصحة جيدة إن شاء الله. فيعني بالنسبة للاعبين بينوا بأنهم كيصلوا وكيسجدوا الله سبحانه وتعالى ملتزمين بدينهم الإسلامي. حتى اللاعب سايس الفريق ديالو اللي كيلعب معاه على برا دار ليه هو واللاعبين الآخرين اللي كيصلوا دار لهم مكان للصلاة. غادي نخليكم تشوفوا هذا الفيديو وبعد الفيديوهات الأخرى الفريق الوطني. شكرا لكم مشاهدين على تتبعكم للفيديوهات، وكنتمنى تدعموا القناة ديالي وتبارطاجيو الفيديوهات إلا كيعجبوكم. شكرا، دمتم بخير وإلى فيديو آخر إن شاء الله. Come with me.
Welcome to our prayer room. Let's inside. So please remove your shoes. Thank you. Find a space to do our prayer room, but it's really good to have this room here to know that when you want you can come here, especially now because we are training a bit later this season, so we miss some prayers. So it's good to, when you finish training, to come here to do your prayer, and then you come back and do your stuff at the gym or treatment room. اسبانيا اسبانيا ولا عندنا زياش والله ما نخافو. اسبانيا اسبانيا ما كان لا قافي ولا بوسكاس. وراح لفنا على ابوهم تنصيفطوهم بالبي لا تقسم ما تقسم. هلا 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 المسبوعه والرجاله صورنا العالي شعالة. هلا 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 قلب اسبوعة والرجالة يديروا النية صورنا. هذيك الكرة تسقل اجي لما كنعيش اجي علي 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 أسود الأطلس علي حمرا والله يصلح والله يصلح والله يصلح والله يصلح والله يصلح